الو السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. حياك الله. النائب سلمان الجميلي؟ لا العفو، من حضرتك. حضرتك النائب سلمان الجميلي؟ المكتب، هذا المكتب. المكتب ماله. طيب ممكن اكلم حضرة النائب؟ والله بس من حضرتك النائب مشغول. حياك الله. قل له احنا وكالة انباء دراج نيوز. نعم مشغول. طيب وصل له هاي الرسالة، قل له الشعب العراقي يهنيك على الحذاء الذي اكلتها في البرلمان، وان شاء الله تاكل الحذاء الثاني. الله يبارك فيك. ان شاء الله احذية الشعب كلها على راسه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله. انا اهنيك على انضمامك الى هاي القهوة عادي. لك لا تفشر ادب سز انت، طيح الحظ، هاي منك وبيك غبي. اي صحيح. هاي عراقية اصلا ناس نفس مذهبك. هي مو هي اللي بتفاوض مالت الاتحاد. يعني انت الان مدير مكتبه، انا متاكد انت نفسك النائب مو مدير مكتبه، لان انت ادب سز وطايح حظك وادب سز وراح اعلمك انا حيوان. يلا نسيت حسابك الحالي. روح شوف امك، بدل ما تتهم اعراض الناس شوف امك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي من نفس مذهبه، من نفس قبيلته، من نفس القائمه مالته، ويتكلم عليه بهالادب سزيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الرقم التليفون حتى خاف يقولون كذب، هذا مو رقمه لان تفشر نفس الكلام. رقم التليفون مال سلمان الجميلي 07901 907 968. هذا رقم الهاتف نفسه للتأكد. اخوان، هذا سلمان الجميلي الذي تكلم بالكلام البذيء، او هو او مدير مكتبه، ضد النائبة عالية نصيف لانها قالت كلمة حق، واظهرت للعالم كيف يهددون البرلمانيين حتى ما يتكلمون او حتى ما يصوتون على الموازنة. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن اعداءهم من الاولين الى الاخرين. لا تقوم الساعة حتى يبرأ آخر هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أنها قررت الرد عليه من خلال الصفع بالحذاء. على خلفية التصريحات اللي ذكرت بين السيد سلمان الجميلي وحيدر الملاي يبتزون نوابا في الخروج من جلسة الموازنة ويهددونهم سياسيا، تم ذكر هذا الموضوع من قبل. بعدها بنفس اليوم ليلا اتصل بالدكتور قتيبي وبلغه بالرئيس الكتلة وبلغه سوف يتم تهديدي بهذا الموضوع، وجاء لمجلس النواب فتهجم بكلمات نابية، وأنا عملت مؤتمر صحفي ولم أستطع أجيبه بنفس الكلمات النابية فضربته في الحذاء. محاولة اتصال بالنائبة عالية نصيف. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. الله يسلمكم. النائبة عالية نصيف. تفضل. حياكم الله. كيف احوالكم حضرة النائبة؟ الله يسلمك ويخليك. الله يخليكم. بس احنا حبينا نهنيكم على اقرار الموازنة وعلى ضربة الحذاء على هذا النائب سلمان الجميلي، ونقول لكم هنيئا لكم. الله يسلمك، ممنونة من وقفتكم. الله يحفظكم. واحنا طبعا قلوبنا معك في مواجهة هؤلاء الارهابيين، وكيف انك اعطيتهم ما يستحقه. يسلمك، ممنونة منكم ودعمكم. حياكم الله. في امان الله. الله يخليك. في امان الله. في امان الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. حبينا نهنيها على موقفها الشجاع، لان هددوها وطعنوها بشرفها، فردت عليهم بالحذاء على راس هذا الارهابي اللي مارس القمع الارهابي، القمع اللي تعلموه من مشايخ آل سعود، قمع البعثية، قمع السقيفة. اللهم صل على محمد وآل محمد.